السلام عليكم. النهارده يا حبايبي هنروح مع بعض نشوف يميش رمضان وهنشوف اسعار البلح. احنا النهارده اخر كوبري الساحل في الساحل. هنخش الشارع ده على طول. اللي مش هيعرف يروح هيقول عند صبحي كابر في الساحل، هناك تجار البلح باسعارها كلها. يلا بقى نشوف اسعار البلح ايه. دي برطموده اه دي ب 35 وب 40 جنيه ماشي. كلها. واللي بعديها دي شاميه بيضه اه دي ب 30. واللي بعديها برضو زيها ب 30. تعالى يا حاجه بلح الناس كبيره قوي دي. دي السكوتي، السكوت البلد النمره واحد دي ب 60 جنيه. 60 جنيه. دي حجمها كبير يعني. اه مقاسها اكبر مقاس. دي اكبر مقاس. بص حجم البلح قد ايه. ماشي. في انواع ايه تاني؟ في بقى اللي هي الدجنه دي ب 40. دي ب 40 جنيه. تعالى ياك والله بالاسعار. وبرضو دي اسمها دجنه بس حاجه تاني، نوع تاني. دجنه حمراء ايوه ب 40 برضو. دي نوع تاني. نفس الاسم بس هي نوع هي تاني. نفس الاسم بس ده نوع تاني. ده شكل وده شكل. أيوة. عشان ما حدش يضحك عليكم. دي ب 40 برضو. دي ب 40 ودي ب 40. ماشي. في اسعار رخيصه عن كده، ارخص من كده؟ في بيبدا البلح اللي هو الشعبي من 15 جنيه. 15 جنيه اللي هو شكله ايه؟ اللي هو زي كده اهو. ب5 جنيه مع واد انت. ده ب 15 جنيه. بصوا 15 جنيه ده الشعبي. ده اللي هو الشعبي اللي هو الرخيص يعني. ب 15 جنيه. ودوت ده حاجه تاني ممكن مثلا يعني 20 جنيه. ده ب 20 جنيه. يعني بص فرق من ده 5 جنيه بس حجم البلحة أكبر. إيه تاني؟ في أنواع إيه تاني؟ ملكابي. بلح ملكابي أحمر. خلي لون الميه حمرا. ده بكام؟ دي ب 30. 30 جنيه. بصوا شكل البلحة ده بيخلي لون المية. في ناس بتحب لون المية يبقى لونه أحمر، فالبلحة دي بتعمل نفس اللون. هو أسعار متفاوتة لجميع البلح وأشكال كتير وأنواع كتير. طبعا في اللي هو الجيد وفي اللي هو اللي سعره مهاود زي ما انتوا شايفين كده. بس صراحة دي أكبر بلحة أنا شفتها النهاردة في السوق. بصوا البلحة من دي بصوا الحجم قد إيه. 60 جنيه. في ناس بتبيعها بره ب100. وكالة البلح تقريبا بيبيعوا الحاجة بالجملة. دي بكام؟ دي 35 زي ما انت ما دي ب 35 جنيه. البلح ده اهو في منه كبير وفي منه صغير على حسب. دي ب 35. ودي 30 ودي 30 جنيه للناس يعني اللي ايه ممكن تطلع شنط او حاجة زي كده. ده ودي 20 ودي 20 ودي 15 ودي 15. بصوا وديت 20 ودي 20. بصوا دي شكلها اهو عشان ما حدش يقول. وديت 20 برضه. دي ب 20 برضك. هي بيبقى انواع يعني. بصي ده رفيع شويه، دي بتبقى تخينه شويه. دي ب 20 ودي ب 20 بس على حسب النوع اللي انت عايزاه. ده 45. ده البلحه ديت ب 45 جنيه. بص منها اهو. بص بقى في ناس كاتبه اسعار يعني من غير ما نسالها. ده ب 30 35. وده نوع وده نوع تاني ب 30. وده نوع برضك ب 30. هو انا مش عارفه اسامي البلح قوي عشان اقول لكم عليها، بس انا بوريكم الاسعار. دي حجمها حلو قوي ب 40 جنيه. بصوا بلحه ما شاء الله يعني. وبتفصلي كمان يعني. انت مش بتاخدي بالاسعار اللي هم بيبقوا حاطينها على طول. دي ب 30. هنا في ب 25 اهو. انت تفصلي لازم تفصلي معاهم يعني. هو يقول لك ب 30 ويقولوا ب 25 كده. انا تقريبا كده صورت لكم معظم انواع البلح. المكان هنا فيه كميات بلح كبيره. تيجي بقى تتفرجي وتشتري النوع اللي انت عايزاه. نخش بقى على اليميش. نخش بقى على يميش رمضان. هنا اللوز بقشره 280. والبندق ب 280. وعين الجمل برضك ب 280. ماشي. معانا هنا السوداني
ب100. ده اللي هو الحلواني اللي هو مش محمص، والمحمص بردك ب100 اهو. نفس ده محمص اهو، بصوا الالوان، ده غامق شويه عن دوت، ده ب100. وهنا الجوز الهندي دوت ب200، ده الناعم، وهنا ب240 اللي هو الخشن شويه. بصوا ده ب240 والناعم شويه ب200. بصوا الخروب المكسر اللي هو اللي الناس بتحبه قطع، ده ب100 جنيه ماشي. واللي هو السليم ب200 جنيه، يعني لو عايزاه سليم كده ده ب200، واللي هو المكسر ده ب100. وده الدوم اللي هو المكسر للناس اللي بتحب تشربه او بتنقعه يعني في رمضان ب100. وهنا التمر الهندي ده ب100 بردك، الكيلو منه ب100. انا كنت عاملاه لكم على القناه قبل كده معايا، على فكره حلو جدا، انا جايباه من هنا كذا مره. العرقسوس ده انا مجرباه بردك من عنده ب100، بس اللي هو بيطلع اسمر دوت، مش اللي هو المخشوش اللي بيطلع مش كويس، لا ده جميل جدا والله. الكيلو ب100 جنيه برضه. ده ب520 جنيه ماشي. وده ب540، وده ب520 برضك، ده عين الجمل. وده ب640 جنيه الفستق ماشي. في هنا انواع تمر برضك، ده هنا كده ب30 النوع ده، وده ب5، وده ب40، وده ب45. اللي هو بيحب المغلف يعني ده تمر برضك، اللي هو التمر الهندي المغلف، يعني اللي مش حابب اللي هو الكرات ده. ودوت التين ب100 اهيت. في اقل، في 90. وفي نوع تاني ب90 جنيه اهوت، على حسب بقى الماركه وعلى حسب النوع بتاعها. والامراء ده يا غدا خش حبيب ماشي حبيب. مش انواع، في انواع كبيره زي ما انتم شايفين كده الحجم دوت ما شاء الله يعني، وفي النوع الصغير ده ماشي. بصوا الحجم من ده ده ب400، وده ب300. الصغير ده ب300 جنيه، والكبير ده ب400 جنيه، على حسب ما انت عايزه بقى. انت بتحبي الصغير تبقى الواحده بوحدتها، ما تحبيش تقطعيه، هتجيبي الصغير دوت اللي هو الحجم ده ماشي. عايزه بقى الكبير اهو زي ما انت شايفه كده. الصغيره ب260، والكبيره اهيت ب180 جنيه اهو. بردك فرق الحجم اهو. بصوا بس عشان اوريكم، دي الكبيره ب280 والصغيره ب260. فرق الاحجام طبعا. المحل ده اسمه بيت العطاره المصري اهوت، شايفينه. هجيب لكم كل الاسعار اللي في قلبي. بصوا في بلح بردك ب75 جنيه اهوت، احجامه اهيت. في ب40، في ب25، في نوع تاني بردك ب40. البلح الطري بكام؟ البلح الطري ده سوا ب40 جنيه. كده فتحي بقى المنظر ده شيء ماشي حلو كده عشان التراب. حلو، انتوا عاملينه عشان التراب. طبعا. ايوه عشان النظافه بتاعت البلح. طبعا. ايوه. بكام ده قلت لي؟ ده ب50 ده عراقي. ماشي. وده سيوي. ده سيوي بكام؟ المفروض ب55، انا بقول لك 50 بس. ب50 جنيه العراقي. وده الواجب بكام؟ 55. ايه؟ خدي اسم المحل. ايوه. شبه حاجه. عايزه بس اسال على اسعار الحاجه دي. ماشي. ده قمر دين مصري ب25 جنيه. قمر دين مصري ب25. وده قمر دين سوري ب75 بس. السوري ب75 بس. محل اولاد درويش. طب الاستاذ روبي. استاذ روبي هيورينا الاسعار ويقول لنا الاسعار كلها. بس مش روبي المطربه. لا ما تخافش. روبي راجل قوي. ماشي. روبي بس. طب يلا عايزين نشوف اسعار اليميش. ايه اللي انت عايزاه حضرتك؟ القراصيه بكام؟ القراصيه ديت دي جامبو. دي جامبو ب 370. دي الجامبو حجمها كبير قوي ب 370 جنيه. اللي في المحلات بتتباع ب 400 و450. ايوه انا سالت لقيتها ب 400 فعلا في محلات تانية. ايوه. المشمشيه دي ب 300. دي ب 300. بصوا الحجم ده مش الحجم الصغير قوي اللي انا وريته لكم قبل كده، ده حجم كبير شويه ب 300.
هنا عاملين خصم جامد والله يا جماعه. طيب والزبيب؟ الزبيب ده درجات، عندي حاجه بتبتدي من 140 لغايه 240. من 140 ل 240 على حسب النوع وحسب البلد اللي جاي منها. برافو عليك، والجوده بتاعته كمان. والجوده بتاعتها. طيب والتين بكام؟ التين مش كله، انا عندي حاجه مثلا التين بيبتدي من، في حاجه ب 75 بس دي مش موجوده دلوقتي عندي. ايوه. وفي حاجه بتبتدي من 100 لغايه 110. من 100 ل 110. طب ماشي، عندك مكسرات نسال عليها او عندي مكسرات، عندي عين جمل وكده، عندي عين جمل بقشره ب 270. بصوا دي بقى القراصية دي ب 350 الحجم دوت. 380 و370. بدل 380. ماشي. وريني المشمشيه الصغيره دي بكام؟ المشمشيه الصغيره ديت ب 280. ب 280 برضك، دي صغننه خالص اللي انا وريتها لكم قبل كده. ودي بكام؟ دي المشمشيه الجامبو. بصي بقى ما شاء الله، دي الجامبو فيه فرق شاسع بين الحجم. أيوة. دي بكام؟ تحسي ان دي خلاص دي بنتها طلعت على البشايه ما عادش ودي في الحضانه. ايوه. دي بكام؟ دي 480 بس. دي 480. دي حجمها كبير قوي للناس اللي بتحب المشمش الكبير يعني. والتين الحبل ده بكام؟ التين ده نوعين. بص النوع ده ب 350 وده ب 400. ده ب 250 350 وده ب 400. هو بيبقى على حسب المكان برضك. دي حاجه تركي نمره 1. ماشي، هنشوفها دلوقتي. قولي بقى اسعار المكسرات عندك. ده بكام؟ ده توم الضغط والكلام ده. ده عامل 110. ده ب 110 هنا. بص بس الحجم ده اللي هو السليم يعني القطعه الكبيره. واللوز ده بندق. بندق بكام؟ ده 270. اللوز ب 270. دي عين جمل. عين جمل نمره 1. ايوه. بكام؟ دي 270 برضه. كله يعني اللي بقشره ب 270. كل اللي بقشره ب 270. طيب جوز الهند؟ جوز الهند عندي ب 200. ديت دوب. 3 علب صغيرين كده لحد ب 270. مش عايزاه بصوا اللي هو القطع دوت ب 270 جنيه. ماشي. ده ب 230 بعد 250 جنيه. وخلي بالك السوداني جوز الهند ده درجات. انواع يعني. انواع لا درجات مش انواع، اسمك انواع. دي بتبقى على حسب البلد اللي جايه منها. برافو عليك. ايوه. والجوده بتاعتها. والجوده بتاعتها. يعني في حاجه يعني ممكن الزبون ما يعرفش حاجه زي كده، البياع هو اللي يعرف. البياع لو عنده ضمير هيفهم الزبون. ما عندوش الضمير بقى هيكروت الزبون. يعني ديت مثلا بيبقى في حاجه اسمها يعني جوز الهند دي بيبقى فيها مصفر مغسول. مركونه. هي الريحه جوز الهند موجوده في كل حاجه. بس ما يعرفهاش غير البياع. ما الزبون ما يعرفهاش مهما ياكل لو هو خبرته غير في السوق. طب السوداني بكام؟ السوداني ده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. بص السوداني ده عندي السوداني ب 100 جنيه. في ب 90 وفي ب 100. طب ما تديها حاجه يعني متقشره او كده، او بيحطوا عليها كيس دوت عشان التراب، يعني عشان ما تبقاش فيه تلوثات ولا حاجه. ماشي. هنقول بقى الاسعار بتاعتنا. الاسعار الطبيعيه يعني اسعاري مثلا ده عندي ده بندق مقشر والقشره بتاعته الخفيفه الخارجيه ايوه مش موجوده. ده عامل 750. 750 الكيلو. واللي تحت ده ب 600. ده ب 600. ده ابو قشره يعني، مش القشره اللي هي الخفيفه دي، مش القشره الكبيره بتاعت البندق نفسها. وعندي عين جمل. عين جمل اهي. جمل بص ما شاء الله يعني عامله بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه جميله في منتهى الجمال. وعندي لوز. بكام عين الجمل؟ عين الجمل ب 600. ب 600. ماشي. واللوز؟ اللوز ب 600. 600 برضه. وعندي بقى ايه؟ نوع تاني؟ بصي لا مش نوع تاني. الحجم. برافو عليكي. بصي ده ب 600 وده ب 650. فرق بس 50 جنيه. 50 جنيه بس الحجم ده اكبر. طيب وده ب 700. الفستق ده بقى ب 700 جنيه. فستق نمره 1 امريكاني. نمره 1 امريكاني. بلاش امريكاني دي. بلاش مقاطعه. احنا هنعمل ايه؟ احنا في حاجه مصريه. ماشي. بصوا ده بلح بالمكسرات اهو، يعني بيبقى جواه لوز اهو. ده الطبق ده او العلبه دي ب 100 جنيه. دي ب 100 جنيه. فين عشا؟
بقى ما ينفعش يتعرض بره كده اهوت، لان الحاجات ديت اصلا يعني ايه ممكن تبوظ. برافو عليكي. الهواء اصلا غلط عليها. عندي كشف، عندي ده الجامبو. ده الجامبو. ما شاء الله حجمه، بصوا حجمه قد ايه ما شاء الله، الله اكبر يعني. بصي ده سليم مش مكسر زي اللي انا بشوفه على النت. لا حلو قوي صراحه. بسم الله ما شاء الله. ده ب 800 جنيه. ده كيلو منه ب 800 جنيه. ده لو عند اي حد تاني هيبقى لك بقى اغلى من كده. ده ب 800 جنيه. ده نوعه ايه؟ هيورينا دلوقتي التين التركي. التين التركي ده بكام؟ ده بقى التين التركي ده نمره 1. ده عامل 650 بس. 650 جنيه العلبه بحالها كده، ولا بالكيلو؟ الكيلو ب 650 جنيه. لا بس شكله نوع نضيف يعني. لا ده مش نوع نضيف، ده التركي ده ما يعلاش عليه. ما يعلاش عليه رقم واحد. ماشي. ممكن اعرف اسعار البلح؟ بيبقى مغلف كده، جاي مغلف كده بكرتون. يبقى حاجه نضيفه. ده ما ينفعش يعني نوريه للزبون لو عايز حاجه بوزنها. مش عايز حاجه بتفضل زي ما هي. تفضل زي ما هي نضيفه كده. ماشي. عايزين نعرف اسعار البلح عندك؟ ده بيشد العسل، ده جامد جدا. والله بكلمك جد. ماشي. اسعار البلح؟ اسعار البلح مش كله. انا عندي حاجه بتبتدي مثلا من 30 وانتوا طالع لغايه عندي بلحه ب 200 جنيه لسه خلصانه دلوقتي. يعني عندي بصي بلحه زي كده مثلا. بصي البلحه دي ما شاء الله كنت ببيعها ب 60 جنيه. حلو قوي. البلحه دي لو عند اي حد كده اهوت فارش بره على الكورنيش ولا اي حاجه ولا ب 150 جنيه. ما شاء الله حاجات جميله جدا. ربنا يبارك لك، متشكره جدا وتعبتك معايا. نورتي الدنيا يا فندم. الله يخليك. هنروح محل تاني هنصور فيه الاسعار بتاعتنا. قولي لي على اسعار الزبيب. الزبيب بيبدأ من 140. من 140 240 لحد 240. الايراني ب 240. انضف حاجه عندي او في السوق. ماشي. بصي انواعهم. اللوز بكام؟ اللوز عامل 3 فرد عاملين 270. اللوز، العين الجمل والبندق. ماشي. 250. ماشي. اللوز بكام؟ اللوز 280 والبندق 280. والعين الجمل ب 280. وعندي التمر ده ب 20. ب 20. كل حد يبيعها 25 جنيه، هنا 25 جنيه بس. ب 20 جنيه بس. المحل بتاع حضرتك اسمه ايه؟ صلاح. صلاح؟ ده محل صلاح. حاج امي صلاح. محل صلاح اهوت عشان تعرفوا الاسعار بتاعته. المشمش بقى؟ وعندي الزبيب 170. 170. ده ايه؟ 180 190 170. ده نوعه ايه؟ هو مصري بيقولوا عليه ايراني. ماشي. ده ايراني صريح مع الزباين. ايوه. وده 160 وده 140. وده 140. وده 120 جنيه الاحمر. 120 الاحمر. طب القراصية والزبيب؟ المشمشيه. المشمشية والزبيب 300 450 وفي ب 400 اهي. احجام. في ب 400 وفي ب 300 و 350. بصي ام 300 دي صغيرة شوية. والقراصية؟ عندي ب 280 جنيه. ب 280. وايه الثانيه؟ ما دي 280 ودي 300. ودي 300. انواع يعني نوع. وعشان خاطر الجلد الاثنين ب 280. الاثنين ب 280. طب المكسرات اللي هي متقشره؟ متقشره بندق 550، عين جمل 540 هو واللوز. كاجو 700، فستق 700 و700. الكركديه بكام؟ ب 170. طب والكاجو؟ عايزه اشوف نوع. ب 700. ده الكركديه ب 750. بكام؟ لا ب 170. ب 170 معلش. 170 الكركديه. بصوا ده الكاجو. في نوع تاني كاجو اهوت. ده ب 700 جنيه برضو اهو. حجمه اهوت. 80. دي 80. 85. 85. 90 300 جرام مش عند حد. 90 300 جرام ب 100. ب 100. ماشي. متشكره جدا تعبتك. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي المكان كبير قوي. في انواع كتير قوي من البلح وانواع كتير قوي من اليميش. اللي عايز لو عايزيني اصور لكم تاني في محلات جديده ابعتولي في الكومنتات واكتبولي وانا انزل اصور لكم تاني مفيش مشكله عشان نشوف بقيه الاسعار. يا ريت بقى ما تنسونيش باللايكات وتفعلوا الجرس وتشتركوا معايا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.